السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناتنا. النهاردة هنتعلم مع بعض أداة مهمة جدا في الإكسل هتوفر عليك وقت ومجهود في شغلك. ولو حابب تتعلم إكسل بشكل كامل ومن الصفر للاحتراف، عملت كورس كامل على منصة يوديمي وسايبة ليكم الرابط في أول تعليق. يلا بينا نبدأ الفيديو. هنتكلم دلوقتي عن إن أنا إزاي أعمل بروتكت للشيت اللي أنا شغال فيه. يعني أنا مثلا دلوقتي شغال في شيت كلاس 2، عاوز أعمل له بروتكشن، يعني أمنع أي تعديلات تحصل في ورقة العمل بتاعتنا دي. فبروح لقائمة ريفيو وبختار بروتكت شيت، هنلاقيه طالع لي قائمة بيقول لي يطلب مني باسورد، فأدخل مثلا 3 سبعات وهو بيبقى عامل سيلكشن على أول 2. هضغط أوكي، بيطلب مني إن أنا أدخل الباسورد تاني، فهعمل 3 سبعات وأضغط أوكي. فخلاص دلوقتي هو عمل بروتكشن للشيت ده. فلو جيت للشيت بتاعنا اللي أنا عملت له بروتكشن دلوقتي وجيت حاولت أكتب أي حاجة أو أعمل أي حاجة، هيطلع لي قائمة مش هقدر أعدل ولا أعمل أي حاجة. لو رحنا هنا في أول شيت وحبيت أعدل هيعدل عادي، يبقى أنا كده عملت بروتكت للشيت بس اللي أنا واقف فيه. في وقت حبيت إن أنا أشيل البروتكشن ده، بروح لريفيو وبعمل ان بروتكت شيت. هيطلب طبعا مني الباسورد، هدخل 3 سبعات واضغط أوكي. دلوقتي لو أنا عاوز أبعت لحد شيت ولكن عاوز أسيب له عمود واحد فقط بس هو اللي يقدر يعدل فيه وباقي الداتا كلها محمية، بعملها إزاي؟ بروح أحدد الشيت بتاعنا كله وأعمل رايت كليك واختار فورمات سيلز، وفي البروتكشن أتأكد إن كله معمول له لوج واضغط أوكي. هروح للعمود اللي أنا هخلي بس إن هو يقدر يعدل فيه وأديله مثلا وليكن كلر معين للفونت، بحيث إن هو يبقى خلاص أول ما يشوف الشيت هيبقى عارف إن هو هيعدل في الشيت ده مثلا بس. وبعد كده بعمل سيلكشن للعمود ده وأعمل رايت كليك واختار فورمات سيلز وبشيل الصح من عند لوج واضغط أوكي. بعد كده بروح على قائمة ريفيو واختار بروتكت شيت وبدخل باسورد عندنا وليكن 3 ستات، وبشيل الصح من عند أول واحدة اللي هي سيلكت لوجد سيلز وبسيب الصح عند سيلكت ان لوج سيلز واضغط أوكي. هيطلع لي قائمة بيطلب مني تاني إن أنا أدخل الباسورد، فدخلته واضغط أوكي. فخلاص دلوقتي أنا لو بعت له الشيت مش هيعمل سيلكشن أو تحديد لأي خلية إلا فقط العمود اللي أنا قايل له إن أنا سايب له ده إن هو يقدر يعدل فيه، فاتدخل يقدر يعدل عادي وهكذا. طبعا علشان أشيلها بروح بضغط على unprotect sheet وادخل الباسورد تاني عادي واضغط اوكي. خلاص كده اتشلت. خلونا نرجع الخلايا تاني زي ما كانت، رايت كليك واختار فورمات سيلز، وفي البروتكشن هنعمل صح عند اللوج واضغط اوكي. بروح لقائمة ريفيو واختار allow edit ranges، فبتطلع لي قائمة بختار نيو هسميها اسم وليكن تيست 01، وبعد كده بختار refers to cells، اختار الكولوم بقى اللي انا عاوزه واضغط انتر وادخل الباسورد بتاعنا وليكن 3 خمسات واضغط اوكي. بيطلب مني ان ندخل الباسورد تاني، فهنقول 3 خمسات واضغط اوكي. تمام، فبضغط بختار التيست اللي هو 01 ده واعمل اوكي. وبعد كده بروح لبروتكت شيت وادخل الباسورد بقى، اعمل الباسورد بتاعنا واتاكد ان هو معمول صح على اول 2 اول خيارين اللي هو select logged cells و select unlogged cells واضغط اوكي. هيطلب مني تاني الباسورد هندخله. لو جينا بقى دلوقتي هو بيقدر يعمل هو سيلكشن على اي حاجه، بس تعالوا نحاول مثلا نعمل ديليت لدي، هيطلع لي قائمه ان انا ما اقدرش. طيب نحاول نعدل اي كلام برضه هيطلع لي قائمه ان انا مش هقدر. طب تعالوا بقى في العمود اللي انا كنت عامل ان هو يقدر يعدل، فلو جينا كتبنا اي حاجه هيطلع لي قائمه ان انا ادخل الباسورد. لو دخلنا مثلا الباسورد وجيت اعدل خلاص هيقبل التعديل. يبقى دي في حاله ان انا هبعت لحد الشيت وهو عمود واحد بس مثلا او ايا كان الرينج اللي انا محدده يقدر يعدل فيه ولكن بباسورد، غير المره اللي فاتت كنا بنعملها من غير باسورد. طيب دلوقتي انا لو عاوز ابعت له الشيت ده ولكن انا عاوزه يعدل برضه في العمود ده، ولكن ان هو
ما يقدرش يعدل فيه إلا بباسورد. أعملها إزاي؟ وطبعا في أي وقت حبيت إن أنا أشيلها بعمل unprotect sheet وأدخل الباسورد وأضغط أوكي. كده خلاص، كده أقدر أعدل في أي حاجة في الشيت عادي، مش هيطلب مني إن أنا أدخل باسورد أو أي حاجة. بعد كده عندنا في قائمة ريفيو لو اخترنا protect workbook هيطلب مني باسورد، وليكن هندخل من 1 ل5. بيطلب مني الباسورد تاني وضغطنا أوكي. طيب اللي أنا عملته ده بيعمل إيه؟ بيحمي الورك بوك عندنا من التعديل، يعني هيخليني ما أقدرش أضيف ورقة عمل جديدة ولا أقدر أعدل عليها، وكمان أنا كده كده حاطط لها أوريدي باسورد. فلو جينا هنا وعاوز أضيف ورقة عمل جديدة هنلاقي البلاس مطفية أصلا إن أنا أقدر أعمل ورك بوك جديدة. لا، وكمان الكلام ده بيتطبق على الشيت التاني، يعني مش شرط ان هو الشيت ده بس اللي بيحصل فيه، لا بيحصل في كل الشيتات اللي موجوده. لو عملنا رايت كليك عليها هنلاقي القايمه بتطلع لي كله مطفي، ما اقدرش ولا ادلت ولا اعمل لها رينيم ولا اعمل اي حاجه، ولا حتى اقدر اعمل لها هايد. الحاجه اللي اقدر انا اعدلها فيها ان انا احط لها باسورد كمان لو انا حبيت، فبروتكت شيت اقدر احط لها باسورد. لو حبيت ان انا اشيل البروتكشن ده في اي وقت بروح اضغط على بروتكت ورك بوك مره تانية، فبيطلع لي ان هو عايز الباسورد ايه، فبدخله الباسورد واضغط اوكي، فخلاص كده البروتكشن اتشال من على الورك بوك. بكده نكون خلصنا شرح الفيديو بتاعنا. اتمنى تكونوا استفدتوا، وان شاء الله اشوفكم الفيديو اللي جاي. ولو حابب تتعلم اكسل بشكل كامل ومن الصفر للاحتراف هتلاقي الكورس كامل على منصة يودمي، وسايبه ليكم الرابط في اول تعليق. شكرا لكم.